الا ما كنتيش كتعرف هاد الخصيم راه فاتك بزاف، حيت هو اخطر مهرب لخشب صندل شافتو الهند. راه ماشي اي خشب المعلم، راه كنز كيساوي الملايين، والشرطه عيات ما تربص ودير في البراجات، ولكن في الاخر هزوا الرايه البيضاء وحاروا في هاد الخونه من جبهه الذكاء اللي عنده. شنو هي القصه ديالو بعدا؟ هادشي اللي غادي نعرف. كتبدا القصه مع البشير هو خدام في واحد وزين صغير ديال النجاره، خرج يفطر ودار رجل فوق رجل وبدا يقصي مع راسو. وصل مول المصنع خرج كلشي يستقبلو ويعطيه التحيه، ما عدا البويشير اللي مريح وما مسوقش ليه. جا عنده مدير ديال المصنع وهو كيجري، قال لي واش ما شتيش مول المصنع داز من قدامك؟ راه عايش شويه ولا بغيتي تبقى خدام معانا؟ رد عليه البشير انا جيت نخدم ماشي نولي عبد، وبكل صراحه طريقه ديال احترامي ما نقدرش نغيرها، اما الباترون ديالك المدير فهم هضرته وعطاه رزقه. البشير خدا النص والنص عطاه ليه وقال لي خذ هاد البركه ونقص شويه من الحيس، وزاد خلفه مع الطريق. واحد الوين من العمال اللي غادي نسميه صالح من شاف هاد المنظر قرر يتبعه، حيت بان ليه البشير نابغه وماشي شخص عادي، وعارف الا تبعه ما غاديش يندم. رجع البشير للدار ولا عطيها النعاس ولا من باردين الكتاف، خرج ولقى مول الكرام حي على الام تاعو حيت ما خلصوش الشهر هادي. قال لي ولدك كتافو قد جمل وما قادريش تخلصوني بحال عباد الله. والام ديالو تعصبات عليه وقالت له ما حيت خرج من الخدمه هما اصلا ما بحالهمش وشنو غادي يديروا دابا. وفي اليوم التالي خدا البشير الجاموسه الوحيده اللي عندهم السوق باعها ورجع باش يخلص مول الكرا. اللي قال لي ها كنبغيك دابا عجبتيني. عوج البشير في كتافو، وإلا شتي دار هاد الحركه عرفها غادي ترون. عطاه واحد السقله وبقى يدوروا على الجيران واحد بواحد اللي كانوا حاضرين ملي كان داير فيها سباع قدام الوالده تاعو. والحاضر يعلم الغايب، والبشير ولد فاطمه خلص كرا وما بقى بيني وبينه والو. وبالليل بدا يقلب البشير على شي خديمه ولقى خدمه قانونيه ب 100 روبيه، وخدمه ماشي قانونيه ب 1000 روبيه. وحبيبنا اختار يريسكي ما عندوش مشكل، وركب مع واحد العمال اللي بقاو مسافرين الليل كامل حتى طلع النهار. ولقى البشير راسو في واحد الغابه، والدور تاعهم هو يقطعوا الشجر ديال الصنوبر الاحمر اللي هو كنز على شكل شجر، وهادشي اللي تيديروا فيه بالطبع ماشي قانوني. وهما خدامين كيشوفوا الشرطه قاصداهم، وكلشي كيقرر يهرب ويعلق. كيدخل البشير وكيحبسهم، كيقول لهم فين غاديين؟ من الصباح حنا نعرقوا ونشفوا باش نقطعوا هذا الخشب، وفي الاخر نعطيوه للشرطه بكل بساطه. وقال انتم مراد شويه جلسوا تا واحد ما يتحرك. عندي فكره. كيوصل في هذه اللحظه المفتش فين دا اللي هو عباره عن كابوس لاي مهرب خشب صندل احمر، حيت اللي حصلوا كيقطع هذا الشجر يرد له ظهره رطب من كرشو. كيوصل عند الحبابنا وكيلقاهم مريحين شادين ستون مع راسهم. كيقول لي واش كديروا هنا؟ رد عليه واحد منهم حنا غير رعاة اغنام نرتاد من هذه الارض فقط. ياك المرضي. والمفتش فين دا كيضرب على البشير كيمضي في الشاقور. قال لي واش بيك يا حبيبي باغي تنشبي على الغنم؟ رد عليه البشير لا انما كان سايني يبان شي ديب نقطع عليه راسه. رد عليه واحد من الشرطه ويحك احترم راسك. رد عليه البشير كون ما كنتش كنحترمكم كاع ما نخبي الخشب. كيتعصب المفتش فين دا وكيشنق عليه وكيجبد الفردي كيحطوا له على راسه. حتى كيتفاجئ بخوتنا كيتلموا عليه وجبدوا الشواقر ومحمرا فيه. قال لي البشير يا استاذ انت عندك غير 6 قرطاسات، اما انا راه عندي 60 شاقور موجه في وجهك. وبعد ما الشرطه قلبوا المكان وما لقاو والو قرروا يغادروا. والا كنت كتسال شنو الخطه اللي دار بويشير قبل ما توصل عندهم الشرطه، بكل بساطه ربط الخشب وعلقوا فوق الشر، والشرطه عيات ما تقلب وهو راه فوق ريوسهم من الصباح. راه قلت لكم راه البشير نابغه سيدي. من بعد هزوا الخشب على كتافهم ووصلوه الكاميون شارجاو وخداو رزقهم. صاحبنا الوين اخيرا كيزعم كيهضر مع البشير وقال لي راه كنت خدام معك في نفس المصنع، حتى انا تخليت على الخدمه وقررت نتبعك حيت منين شفتك عرفتك ماشي انسان عادي. رد عليه البشير ياك المرضي وشنو الهدف تاعك؟ قال لي ما كراش نجمع شي صريفه ونرجع القريه ونضربها بواحد العراسيه فيها تاركه. قال لي البشير شحال ناوي تجمع؟ جاوبوا 10,000 روبيه. ما كتصدمتي بزاف؟ قال لي البشير هذا وكان. وهما كيدويو كيتفاجئوا بالمفتش فين دا. رجع وجا معاه بزاف الرجال وكلشي بدا يجري هارب. وصالح قال البشير طلق راسك واش باغي تشد؟ لكن البشير كان عنده راي اخر. قصد الكماريو ربط السلعه ركب فيه ديما راه هو يعلق. البشير يسمح في رزقه. انت غلط. بقى معلق والشرطه تابعاه. شويه تفاجئوا ملي لقاو راجع على رجليه. انت فين هو الكاميو الشريف؟ رد عليه البشير ماك ديما شانق ليا صاحبي. طلع حتى نوصلوا المركز وندويو. وصلوا المركز بقاو يعطيو في العصا حتى سخفوا. فين هو الكامي والبشير؟ والو. وتقول واش بغى يقر ليهم. وفوق هادشي زايده برجل فوق رجل. جا عنده واحد الضابط سولو على سميتو. قال لي البشير اسيدي. وملي سولو على اللقب تاعو بقى ساكت حيت تفكر الماضي المرير. تفكر ملي كان صغير ودات امو المدرسه باش تقيدو. سولو الاستاذ على الاسم الكامل تاعو. قال لي البشير موليتي. ساعه دخل خوه من الاب تاعو قال الاستاذ كدير وقف عند حدك. هذا ما عنده بينا حتى صله باش تقيديه معانا. ماشي غير الوالد كان زاهي وغلط صافي نتحملوا حنا المسؤوليه.
المسؤوليه من بعدو. هذاك البعلوك اجي نقول لك سميتك البشير وصافي. نرجعوا دابا للحاضر وكنشوفوا الشرطه باقيين قابضين على البشير باش يقدموه للمحكمه وكيتبعوا الاخوه كونداريندي اللي مسؤولين على تهريب الخشب الصندل الاحمر، وهما 3 اخوه. الصغير فيهم سميتو جالي، السيد زهواني، البنت اللي عجباتو كيتبعها واذا ما لقاش من يدوز ليها كيتزوج بها اليوم وغدا كيطلق. اما الاخ الوسطاني سميتو جاكاريندي، الواحد اللي مثبت فيهم شويه ومسؤول عن اداره الاعمال كلها. اما الاخ الاكبر كونداريندي هو العقل المدبر اللي ما كيعرفش الرحمه. من لساننا التوضيح دابا نرجعوا للبشير اللي جلس قدامه جالي وجاكا، تبعوه باش يعرفوا فين خبى الكاميو بالبضاعه تاعو. قالوا لي ما عندنا ما نتسالوك بعد ما قلتي الشرطه والو. رد عليهم ما تفهمونيش غلط، انا ما هضرتش حيت ما غادي نستافدوا والو من الشرطه على عكسكم نتوما، ولا انا غلط. وجاكا كيفهم شنو كيقصد، كيقول لي شحال باغي. رد عليه البشير 5000 روبيه. تردوا في الاول ولكن ما عندهم حل اخر، والبشير قال لهم قبل ما نمشيو خلصوا معكم داك الطابسي ديال العدس وجيبوا شي محامي نتفك من هاد الطعبوزي واش نوريكم فين كان الكاميو ولا سقفيه. بعد ما خلصوا عليه الكفاله داهم البشير فين كان الكاميو ولقاو حبيبنا ناتكو في واحد الباسان. ترى جابوا رافعه باش يقدروا يخرجوه، خداو السلعه وعطاو البشير رزقو كيما اتفقوا معاه. ملي بغى يركب يرجع معاهم عاملوه بازدراء. شناك بحال بغيتي تعاشرنا؟ لا، رمى عليه جاري واحد 2 فرانك قال لي خذ لك شي تريبورتور يرجعك. والبشير ما رضاش وقال لصالح شحال تكون ساويه الطوموبيل اللي راكبين عليها؟ قال لي يقدر تكون بواحد 5000 روبيه. رد عليه بغيتك تشري لي بحالها ودابا. قال لي صالح فكر مزيان راه ما غاديش يطنا والو. ساعه البشير راسو قاصح ما فاكش، وداكشي اللي كان رجع للقريه وهو ضارب الحديده. رفع الوالده ديالو وقال لها مالكي مصدومه زغرتي. ركبها في الطوموبيل وقصد دار خوتو اللي ما راضينش بيه وبدا يضرب عليهم في الزيروات. وشوفوا البويشير دابا ولا سي البشير. من بعد مشى قاصد دار كونداريندي وملي شافو جالي تصدم. تا السيد عما بغيناش نركبو شرا طوموبيل بحال اللي عندنا. والبشير ملي دخل لقى كوندا خرج لسانو بحال شي الاكوندا ومحي على اتباعو حيت ولات الشرطه ديما قابضه عليهم. دخل البشير وقال ليه بالسيف هما كيهربوا العود وسط البطيخ وبطاطا بطرق تقليديه اعتادت عليها الشرطه. هادشي راه ما بقاش خدام. انا عندي واحد الفكره وخدامه 100%، هي وكان ما نقدرش نقولها قدام كلشي، خاصني نقولها بيني وبينك. كلشي تعصب ما فهموا والو، حتى خونا دخلنا دخله صحيحه. هدنهم كوندا وقال البشير الا ما عجبتنيش الفكره ديالك هذه غادا تكون هي الاخرى ليك. جلس هو وياه والبشير بدا يسرد عليه وحبيبنا بقى يحنزز عيني كانوا يطيحوا. وبالسيف صديقنا ما عرفش من تيجيب هاد الافكار اللي عنده. والفكره ديالو كالتالي: يشدوا مقطورات ديال نقل الحليب يقسموه في النص السفلي يعمروا بالعود ديال الصنوبر الاحمر المعلم ويضربوا بلاكه فوقهم يسودوها، والنصف العلوي يعمروه بالحليب، وهكذا يقدروا يخدعوا الشرطه. وهادشي اللي كان. وصلوا البراج وقفوا من المفتش فين دا قلبهم ما لقاو والو. قال لي البشير ما تخافش راه هدانا الله، ولينا خدامين مع اصحاب الحليب نجيبوها حلالا طيبا هكاك الباروكه دير بها شي قهيوه. وحبيبنا مع الوقت ولا يتفنن في التهريب، مره يضرب السلعه وسط شي تراكتور على اساس انه على الرهسيه، ومره يدير الخشب وسط الطوموبيلات ديال الاسعاف. المهم كل مره مبلبلها عنده شي افكار هربانه. وكسب الثقه ديال كونداريندي اللي قال خو جاكو في كان مخبي علينا هاد النابغه، وقرروا يعطيو 5000 روبيه على كل تهريب تيقوم به. لكن هو رفض وقال لهم باغي نكون معكم شريك ب 4%. استغربوا من هضرته حيت على هاد المنوال غادي يخسر 1000 روبيه. من بعد سولوا صاحبو صالح علاش دار هادشي، رد عليه الا شديت 5000 روبيه غادي نولي عندهم بحال شي عبد، اما 4% غادي نتسماو شركاء معاهم. واثناء نقلهم للبضائع كيدوزوا ديما على واحد القريه باش يبيعوا ليهم الحليب ويبعدوا عليهم الشبهه. واللي ما كانش ضرب ليه البشير الحساب هو يتشلط في واحد العسله سميتها صرفالي، غير شافها اصابه سهم الحب فاردخه قتيلا. ولا الهم ديالو هي تشوف فيه اكثر من الهم ديالو يدوز من نقطه التفتيش بسلام. وديما كيسول صاحبو صلاح خيس شوف واش كتشوف فيا. قال لي وتقول واش معبراك ولا تتعرفك اصلا. رد عليه بوشبه انت غير تفلي علينا صاحبي وقول كتشوف فيه يخلع سلعه. وفي الليل صرفالي وصحاباتها مشاو السينما باش يتفرجوا في واحد الفيلم، لقاو كاع التذاكر تباعوا. واحد خايده كيبيعهم ولكن زايد في الثمن وما عندهمش داك المبلغ. دخل صلاح وقال لهم غادي نساعدكم ولكن بشرط واحد، تخليو صاحبتكم صرفالي شوف صاحبي البشير. وصحاباتها دوروها وقدروا يقنعوها. وفي الصباح صالح كيقول للبشير خيس خيتي كتشوف فيك. هز راسو ولقاها بالفعل كتشوف فيه. والله الا خيتي تساطات فيا جدي كي تشوف فيا وتضحك شتيها وتباعها بس وداك الزين اللي داير فيا حاله. عرفتي الا جا البشير يخطبك من داركم غادا تنوض بالباله. وقالت لي ونوض من الكلبه غير بيعوك العجل. راه غير صاحبك صالح خلص علينا واحد التذكير ديال واحد فيلم واعوري ولكن بشرط واحد نشوف فيك ونبتسم. واه الفيلم كان واعر ويستاهل. والباشي ضربه واحد الجريه حفيان شد صالح قال لي اجي يا ولد الحرا خليتني نبان قدامي بحال شبيه ناري كرامتي تضربات في الارض. اجي بعدا شحال عطيتيها باش تبتسم ليا؟ قال لي 1000 روبيه. 1000 روبيه غير باش تبتسم؟ ويني واحد المسخوط انت. كمل على خدمتك وعطيها واحد 5000 روبيه. قول لي تعطينا شبويسه كيف ما كيقولوا لا شيء يدوم على حاله. المفتش فين دا حس ان كاينه ان في الموضوع وهذه مده ما قبضوا على المهربين وقرر يتحقق مزيان من شاحنات ديال الحليب ولقى الشك ديالو في محله. وشد خوتنا اللي ناقلين البضاعه
عطاهم قتله ديال العصا وقال لي احنا مزهوقن بركه راه ما عندها حتى شي ذنب، حنا كننفذوا اوامر ديال البشير وصافي. قال لهم من دابا غادي تسمعوا هضرتي انا، وقرر يدير معاهم واحد الاتفاق حيت جاتو واحد الخبر بان سينو رئيس مهربين ديال خشب الصندل قرر يامل 200 طن عند كونداريندي باش من بعدها يوصلها الميناء كالعاده. كل ما عليهم هما يبلغوا بالمكان اللي غادي يخزنوا فيه الخشب، وباش يطمعوهم كثر قال لهم الا قمتوا بهذه المهمه كل واحد فيكم غادي نعطيه 50 روبيه المعلم. وسينو بالفعل وصل السلعه عند كونداريندي، وبعد ما عاين الموقع عجبه وقرر يخزن عنده البضاعه حيت المناطق اللي مولف يخزن فيها البضاعه قبل ما يديها راسي في الميناء واقع فيها شي مشاكل. وكونداريندي كيقول ليه خذ راحتك خلي الكميه اللي بغيتي، ولكن سينو كتجي بعض الشكوك واش الرجال ديال كونداريندي يقدروا يحميوا البضاعه ديال. قال ليه كونداريندي ما تخافش، معنا واحد النابغه سميتو البشير هو اللي كان كيوصل لك البضاعه سالمه. وبالفعل كيستلم البشير هذه المهمه، وفي اليوم التالي كيتصدم ملي كيوصل للمستودع وكيلقى الرجال كاع ما حولوا البضاعه كما قال لهم. والسبب ورا هادشي هو جالي اللي بات مقصر ومحبس الخدمه، قال لك ما باغيش الضجيج. البشير كيهرس الباب وكيدخل وكيلقى واحد البنت مسكينه مدمره كيغطيها وكيطلب من الرجال اللي معاه يوصلوها حتى القريه. وجالي من عرفو دار هادشي دخل عليه معصب قلب عليه الطابله شنق عليه وقال ليه شكون انت اللي دير اللي بغيتي. رد عليه البشير جمع فمك انا البشير شريك معاكم ب 4% دير هادشي في البارك. وفي هاد الوقيته كيصون عليه كونداريندي كيقول ليه مضرع نقلتي البضاعه كامله ياك. رد عليه اش من نقلت البضاعه خوك عطيها غير الزهوم حبس علينا الخدمه. تصدم كونداريندي ملي سمع هاد الخبار وتحشوا له ركابي قال ليه لقى دابا الحل راه الشرطه عرفوا المكان وجايين قاصدينكم. رد عليه البشير عليا باليمين لا داو شي عود، وكما هو معروف على البويشير سرعه البديهه بدا يحل الباريطات ديال العود ويكركبهم ويمشيو مع الواد. وعطا واحد الفلوس بالزربه لصلاح وصيفطوا لعند الحارس ديال السد، ومفتش فين دا جاي قاصدهم في الطريق. والبشير خدم جميع الماطر هو والرجال تاعو وبدا يكركبوا الخشب كامل مع الواد حبه وتقول وسمح فيها. وصلاح وصل عند الحارس ديال السد اللي شاف الفلوس هو يعمى قال ليه هز كلامونيط وتبعني، وقدروا يقفلوا الباب ديال السد وحبوا واش تقول واش خرجات. اما المفتش فين داو رجالو وصلوا لعين المكان لقاو غير التراب والعشش واقفه وتقول واش كاين شي جذع شجره كيدور. ومفتش فين دا اعترف البشير باللي خسر قدامه حتى هاد النوبه وبدا ينصح فيه الطريق اللي سالك نهايتها ما غاداش تكون مليحه. من بعد تجمع نائب الوزير وسينو وكونداريندي ونظموا واحد الحفله كبيره. بعد ما دازت الامور عندهم سلامات وكبرات السمعه ديال البشير حيت الفضل كيرجع ليه. هو زاهي في الحفل بالصدفه كيسمع الرجال ديال سينو كيهضروا على المبالغ اللي كيشدوا ملي كيوصلوا السلعه للميناء وكيفاش الاخرين ما سايقنش الدنيا خبار وكيشيط لهم غير البقشيش. والبشير ديريك قصد كونداريندي وخبروا قال لي السيد كيضحك علينا المعلم كيصدر السلعه بالثمن حنا كنديو غير تماره بحال الحمير. رد عليه كونداريندي وانا نفهم نيت كنت حاسب اللي كاينه ان في الموضوع السيد خاربها اراضي وانا كنقول مين جاب هاد الفلوس كامله. المهم راه بيناتنا شي مشاكل وما نقدرش نزيد طين بالله سير قابلي وطلب منه زياده 25% الا بغى داكشي اللي بغينا، وإلا رفض نقدروا نصلحوا الامور الا جات منك انت ماشي هي تجي مني انا. وهادشي اللي كان. ولكن اول حاجه دارها البشير بعدا هو يخطب سير فالي قصدها بحال ولاد الناس استقبلهم الاب ديالها بحراره وبان ليه كلشي كيعاملوا مزيان. سول البشير صلاح اش قال لهم طلع قايل لهم باللي البشير الابن الثالث من عائله موليتي وانتم عارفين الهنود كيقدروا نسوبي اكثر من الفلوس. والام اللي سمعت هادشي ما بقاش مرتاحه هدنها البشير وقال لها كلشي يدوز مزيان الله يهديك. لكن الخوف ديالها كان في محله طاعم خوه الكبير المكان وقال الاب سير فالي ملي تبغي تزوج بنتك تاكد من سابق بعدا هذا ما عنده بينا حتى صله هو غير ولد الحرام. بدا خونا لسانه كيطلق غير الحار والبشير ما قدرش يصبر وبالاخص كيسمع هاد الهضره قدام الوالده تاعو. ناض هو يشنق عليه وناضت روينه وسط الكوزينه وام البشير طاحت والضربات في راسها. هز البشير بالزربه باش ينقلها للطبيب والدموع محصوره بين عينيه. ما نساش نهار مات الاب تاعو كيفاش تراو عليه خوته هو والام تاعو ملي بغا يحضروا الجنازه ديال الاب ديالو بحال الناس. ومن التقاليد تاعهم تيكارطوا ريوسهم ملي كيموت شي واحد عزيز والبشير مسكين كرطات ليه غير الام تاعو باش ما يحس بالتمييز على خوته. وملي فقد الام تاعو كانت نفسيتها مدمره حيت تلوم نفسها ديما انها هي السبب تاع عاسه ديال البشير حيت ما علاش على الزواج تاعها مع الاب ديالو. هدنها البشير وكيقول لها ما ديري والو في بالك ولدك راجل ونص بالفضل تاعه. وريح مع صلاح وبدا يشكي عليه حيت ولات كيعتبروه بحال خوه وعاود ليه على الظلم اللي تعرض ليه من كان صغير من خوته. حرموه من بزاف حوايج حتى القلاده اللي عطاها ليه الاب تاعو في عيد ميلاده نزعوها ليه. والبشير كيتحلف وكيتغدى عليا باليمين حتى غادي يندموا حيت نفاوني من ديك العائله. وفي اليوم التالي البشير كيقصد سينو باش يطلب منه يزيدهم في الاجر. وفي نفس الوقت سينو والرجال تاعو كيعذبوا واحد خونا جا عندهم على نفس البلان ديال الزياده وصون عليه نائب الوزير وقال لي راه خوتو جاي كيطلبوا السماحه طلق سراحو. رد عليه سينو خساره كونسونيتي غير قبل ب5 دقائق وراه مازال حي والسيد مسكين كيشوف حتى صفاو عليه. وهادشي كامل امام انظار البشير وسينو كيقول للبشير ودابا شوف هاد الناس كيجيبوا لي السلعه بعد ما كيدوزوها من نقطه التفتيش وحده وجوج اما انا المسكين كندوزها من 15 نقطه ديال التفتيش باش نقدر نوصلها للميناء بسلام وما كنقول والو. وهذا جايب وجوه حمار باغي الزياده قال. رد عليه البشير عندك الحق قبل ما نجي لعندك قدرت نوصل
وصل على الميناء بعد ما عطيت شي فلوس لمينكا، كتعرفيه ياك، راه حتى انت كتدور معاه، وداز الحموله ببساطه وبسلام. تصدم سينو من سمع هاد الهضره، قال لي شنو باغي؟ رد عليه بكل بساطه، تزيدنا 10 ملايين على كل طن، والا ما بغيتش، الا ما بغيتيش غنبيعوا السلعه لمورغان، علاش نعطيوها لواحد يبيعها في بلاصتنا. المهم فكر مزيان، حبيبنا عوج كتافو وعوج مع الطريق، وسينو ملي شاف هادشي بقى غير مصدوم، ونسيبو قال لي بحال يدغمسنا، علاش ما امرتيهاش نصفيوها ليه؟ وبقى ما فاتهمش الصدمه حتى كيتفاجئوا بالبشير راجع. هز التليفون ديال سينو وصونا على مورغان وقال لي غدا مع الفجر نتقابلوا في الميناء باش نعطيك السلعه ديالك، وراني دابا كنصوني عليك من التليفون ديال سينو. قيد النمره قيد. وسينو كيطلب من الرجال يصفيوها ليه، ولكن بحال ينسى راه البشير هذا اللي كيضربوا بكابار ما كيعاودوش بالشمال، واللي قرب منه كيلصقها له في وجهه. تبوس البوطه ورد عليا بعد ما طوعهم، ريب العشاء فوق ريوسهم. وقال سينو ديرها حلقه في ودنك، انا ما غادرش حيت سمحتي لي نغادر، انما غادرت حيت راسي قالها ليا. من بعد هادشي مشى البشير قابل مورغان اللي كان متفاجئ من الجوده ديال الخشب، ومشى على البشير وقال لي من جدي هاد الخشب، رد عليه اللي كيوصل السلعه ما كيعرفش الجوده، قد لي كيقطعها بيديه. المهم عندي 10 الكاميونات كيحملوا نفس الجوده، جيت نبيعها من يدي ليديك، لا بغيتي مرحبا، لا ما بغيتيش الطريق اللي جابتنا تردنا. خونا بغى يشري منه ولكن كان خايف من سينو حيت الامور ما غاديش تدوز سلامات معاه، ولكن البشير قال لي انا راه شريك كوندارين غادي نصوني عليه وندوزولك. صونا البشير على كوندارين دي اللي قال لي في كنتي غابر هادي يومي ما رديتيش علينا، ولكن كيتفاجئ ملي عرف ان البشير يقدر يوصل السلعه حتى الميناء بدل ما يطلب من سينو الزياده. تعصب وقال لي علاش درتي هادشي، واش بغيتينا نتصادعوا مع سينو؟ ولكن ملي سمع بشحال باع السلعه وجهه ولا صفر، قال لي دير لي بالك السي البشير، انا معاك وسينو ضربي على حسابي. ولكن البشير قال لي بعدا راه ما بقاش معاك شريك ب 4%، انما النص بالنص، وما كانش قدام كوندارين دي الا يوافق. فهاد لقيت الرجال ديال كوندا كيشدوا خوتنا يبرقوا عليهم. دخل جالي معصب مع هو ما كيتفاهمش مع دخل مع صفاه واحد منهم، شاد الشيباني اللي طلع هو اب ديال السيرفالي، كيقول لي علاش درتي هادشي، علاش بيعتو بينا؟ قال لي درت هادشي على وديت المهر ديال بنتي، طمعونا بالفلوس وانا كنت محتاج ووافق. وجاري كيسول الرجال اللي معاه كي دايره بنته، ردوا عليه زينه المعلم، كيطلب منهم يناديو عليها تمشي تشوف باها، كتجي صرفالي اطمئن على الاب تاعها، كيعبقها جاري وكيقولها ما تخافي ما تدهشي، هاك يا تصويبينه والتكشيطه تكسفي على الحاله وغادي نتسناك بالليل، وما تخافيش الاب ديالك ما يوقع له والو. وداكشي اللي وقع، قادت الحاله ركبات على مويطيره غادا تقابل جاري، ولكن قبل ما توصل عنده قصدات البشير، دقات عليه وخرج عليها وقال لها جابك، عاودت لي شنو طرا لباها، قال لها يستاهل كيفاش عطاه خاطر ويبرقق علينا. قالت لي ما جيتش نطلب منك تعتق الاب ديالي، انما جيت نشوفك. بقات عليه بداك الدراما، ونهار شفت فيك وتصعدت وما بقاش دوز لي النعمه، كنبغيك انت وما كنبغيش غيرك، ما بغيتش يقيسني شي راجل من غير بويشير، والبويشير جي غير الحب كيطيح طايحه معوجه. قال لي ما تبكيش الهبيله، تي غادا تولي حلالي. طاجه راح حتى وصلها لعند جالي اللي قال لي مرحبا بالبويشير، جايبها وجايبها بين يديك، الله يرحم لك الوالدين. اش من جايبها لك ولدي؟ البشير كيخبطو يبوس الارض وكيرجع عنده، جمع راسك ولدي انت اللي غتولي شيخه هاد الليله، وبدا يدورو كيما بغا. قال لي هادي راه حب قلبي، والحاجه اللي كتخصني ما يقدرش شي ميكروب يوصل ليها. والبشير ما قصرش من جادو، طردق لي كاع العظام ودار لي واحد التكسيله ما تشوفها حتى في المصارعه الحره، تكسل وزيد بالخير باش تعلم تحط يديك على بنات الناس. وصلاح وصل عليه ولقى جالي في حاله يرتلها، غير شافو خاف، وقال البشير اللي عرف كون دارين دي بهادشي محال تعيش الغدا. قال البشير لجالي ملي يجي خوك لعندك ما تنساش تبكي ليه مزيان. ورا البشير عطاني قتله ديال العصا وتعدى عليا وكسني وقال لك تكسن وزيد بالخير. رد عليه هادشي راه بيناتنا بجوج وما غاديش يتدخل شي واحد. قال لي البشير هذه هي رجله، ماشي داكشي اللي كدير مع البنات. دابا عجبتيني. من بعد هاد الحادثه كون دارين دي مشى يشوف خوه في المستشفى، لقى خو جالي كله فاصمات، وبقى عنده حتى عظم صحيح ومحال يقدر يتمشى على رجليه مره اخرى. مرضاش كوندا ملي شاف خوه في هاد الحاله وتعصب وبغى يعرف شكون مول الفعله. بعد ما دار التحريات ديالو لقى اخر بنت قابلها جالي هي صرفالي، واللي ديجا مشى يخطبها البشير، يعني من الاخر البشير اللي يقدر يدير هاد الحاله في خوه. قابلو وقال لي غدا غادي نمشيو نقابلو مورغان نستلموا فلوسنا، وداكشي اللي كان. في اليوم التالي مشاو استلموا الفلوس، البشير خدا الفلوس وركب في الطوموبيل وهما راجعين بكل سلام. حبيبنا البشير ما على بالو بوالو، تغماو ليه راسو، وصلوا وسط الغابه ربطوا له يديه وبقاو عليه بالهراوه حتى طيبوه مزيان. وديجا حبابنا موجد للقبر، رماوه وسط القبر، هز كون دارين ديال المكحله باش يصفيها ليه. ساعه صدق هو اللي ميت، حيت الرجال ديال سينو كانوا تابعينهم وكيتسناو غير الفرصه. واش بكات تيري فيا نتيري فيك، بقى فيا غير كون دارين دي. القبر اللي حفر البشير طاح فيه هو، والبشير حتى هو علق بدا هارب، واخا مغمي بحرا كيشوف من تحت الشريويطه. السيد قبيح اللي جا في الطريق وكيوضرو.
اللي دوا ياكل الحلوى كسل وزيد بالخير. داز من تحت واحد الجدع باش يقدر يحيد الشرويطه اللي مغمي بها، خبط واحد حبو مع الارض، خدا منه سلاح وهدو بيه باش يفكوه. وخونا اللي كان تابعو باش يضربو بموس تيرا فيه البشير في اخر لحظه في الدقيقه 90 حبيبي جابها قد راه البشير هذا. المهم ما سمحش في الشنطه ديال الفلوس، ركب مع صالح اللي وصل عليه وعلقوه. اما رجال سينو قبضوا على الاخ ديال كونداروندي حيت هو اللي بقى حي، وقبل ما يصفيوه ليه دخل حبيبنا البشير اللي ما رضاش يسمح فيه وبدا يضرب عليهم في الزروات وسط الواد. ما تعجبش بحال نسيتي هذا راه البشير اسم محمد اللي ضربوا بكافر ما كيعاودوش بالشمال، ولد الهرماكه قرضهم كاملين وبقى حي غير نسيب ديال سينو. وقال البشير لجاكا اش بان ليك نقتلوه؟ رد عليه لي بان لك انت السي البشير، انت الامر وحنا ننفذوا. وسينو صونا لنسيبو باش عرف المهمه فين واصله، حتى كيتفاجئ بالبشير كيرد عليه خونا تزنك وبغى يهدن الاوضاع وقال لي انا موافق على الشروط ديالك كامله غير طلق سراحه. رد عليه البشير خساره كوسونيتي غير قبل ب5 دقائق وراه مازال على قيد الحياه، وتيرا فيه وسينو كيتصنت. قال لي ديرها في راسك، البشير ما كيخاف من حد. وفي اليوم التالي كاع المهربين ديال خشب الصند الاحمر مجموعين باش يحضروا الجنازه ديال كونداريندي، واللي جامعهم هو نائب مولا. حضر حتى سينو، واخا العائله ديال كوندا كانت رافضه يحضر، واخا هكاك جا حيت النائب مولا اللي عيط ليه يجي. قال لهم وياكم ديروا شي حاجه، انا اللي صونيت عليه يجي باش نعرف شنو السبب ديال هاد الروينه كامله. قاتلو جاي الجنازه ديالو. واحد التوضيح بغيت نديرو باش توضح الصوره اكثر، راه كاين رجال عصابات من غير كونداريندي كيقطعوا الخشب وكيهربوه ودايرين النقابه، ورئيس ديال هاد النقابه هو سينو اللي كيوصل السلعه للميناء وكيخلصهم على كل طن كيبيعوا. واللي كيختار رئيس النقابه هو النائب مولا بموافقه الجميع بالطبع، وحيت هو نائب الوزير داخل معاهم في المعمعه وكيعطيوه النصيب ديالو حيت كيسهل عليهم المهمه ديال التهريب. كنظن دابا الصوره وضحات ياك، رجعوا القصه. وسينو كيقول النائب مولا هما اللي بداو، هما اللي طغاو، كيبيعوا السلعه لمورغان بلا ما يتشاوروا معايا وخالفوا القوانين اللي كنمشيو عليها. والبشير كيجبد الشنطه ديال الفلوس وكيسوسها قدامهم، كيقول له النائب مولاش هادشي، قال لي هاد حاصله ديال طن واحد، هاد السيد كان واكلنا في رزقنا. والنائب ملي كيسمع هادشي كيتصدم، كيقول للسعيد الناصري اش هادشي، رد عليه من بعد ونشرح ليه. دابا المهم بغيت جدو ديال نسيبي قبل ما تصافيها لي المدام، نتوما اللي بديتوا هادشي، ما كناش غنوصلوا هادشي كون ما بديتوش نتوما. رد عليه البشير نسيبك قتل كونداريندي وكان غادي يصافي حتى لجاكا، واش بغيتي نبقاو واقفين كنشوفوا ولا كيفاش؟ تعصب سينو وقال لي راه كان باقي حي ملي صونيت عليه. حبسوا نائب مولا وقال ليه انت درتي معايا هاد البلان، يمكن تكون صونيتي ب5 دقائق معطل. سعيد الناصري طونق ما لقاش باش يدافع على راسو، دخل البشير وقال لهم الخشب الصند الاحمر فيه وفيه وانتوما كتبيعوا بثمن واحد حيت ما متفقينش بيناتكم، راه اللي اتحدنا ودرنا يد في يد حتى واحد ما يوقف في وجوهنا، غادي نطلعوا الثمن ديال السلعه ديالنا في السوق، ولا ما شراش منا مورغان عطا الله لي يشري، راه في يدينا ذهب ماشي خشب. ونائب مولا كتعجبو الثقه والذكاء اللي عند البشير، كيقتنع بهضرته وكيقرر يجعله هو رئيس النقابه المهربين باش يعرف واش غادي يقد بها وكلشي كينتصرف. والسيد النائب فين هي الجده ديال نسيبي بعدها؟ وراك مريع عليها من الصباح السي سعيد. ومن بعد داروا قسم اليمين، ولا البشير هو رئيس النقابه والبيشير الا قال الكلمه كيقد بها. بعد ما كان خشب الصندل كيتباع بالالوفات، ولا دابا يا حبيبي كيتباع بالملايين، وكلشي تروجات عنده الدعوه، بنادم ولا خدام هو فرحان. اما سينو في هاد اللحظه ما قادر يدير والو، ومراته ذبحاتو من عنقو وبغات تصفي عليه. وانا كنقول مالو مسكين دير هاد الحاله لا نسيبو. بعد ما داوه رجالو الطبيب ورجع، قالت لي مرتو ملي تحس براسك شويه خاصك تجيب لي حقي من هاد البيشير هذا. وما جالي مسكين بغا ينتقم، ولكن الغالب الله، العين بصيره واليد قصيره. اما المفتش فين داز تاقل حيت حس بالذنب، حس بان الرجال اللي قتلهم جالي ماتوا بسببه. المهم الساحه خوات قدام البشير ولا داير مبق، وكما يقال وتا حاجه ما كدوم على حالها صحيب. حد انتقل واحد رئيس شرطه جديد موسطاج بلا سقف، حاز براسو، عنده واحد المالينوا ما كتفرقوش. شد واحد المهربين ديال المخدرات ركبهم في الطوموبيل، وغير حد ما قدرش يتكسل فرحته صفاها لجوج منهم غير باش يقدر يتكا. ملي وصل لمركز الشرطه سولاتو الصحافه راه ناقصين جوج، رد عليهم هربوا. اش غادي ندير؟ هذه هي حل المجرمين. وفي اليوم التالي جا البشير يقابلو وجا معاه شنطه ديال الفلوس كرشوه كما كان كيدير مع اللي قبل منه. قال لي هاك رئيس التامي، وعطاه حتى الدعوه ديال العرس حيت غادي يتزوج بصرفالي. ورئيس التامي ما عجبوش كيفاش كيدوي معاه وما بغى يقول له والو، رمى عليه الدعوه زعما ما مسوقش، شد الفلوس وبدا يحسبها ضربه ضربه شويه عليه. وفي الاخر قال لهم ناقصه شي حاجه ناقصه، الصلاح الفلوس وبدا يحسبها ويعاود. والمفتش التامي قال البشير عرفتي شنو الفرق بين الشفار والشرطي؟ بحال الفرق بين قميجتي وقميجتي، هو البراند المعلم، العلامه التجاريه. والهضره الخود ماشي على القميجه انما على النسب ديال البشير، يعني بغى يقول لي انت بلا اصل. والبشير كيقول لرجالو بركه ما تحسبوه، البشير ما كيجيبش فلوس ناقصه. ومفتش التامي كيحط الفردي فوق اليد ديال البشير، كيقول لي بحال تعصبتي عليا. لا واقيلا تعصبت. والبشير بالفطنه اللي عنده عرف شنو باغي، قال لي لا السي التامي، دابا فهمتيني، هادي اللي ناقصه السي التامي.
تامي من اليوم ما غادي تناديني غير السي تامي، فهمتي؟ وداكشي اللي كان. البشير تبدل 180 درجه، ولا ما كان غير السي تامي، ولا يصيفط له فلوس بزياده والهدايا من الفوق نعماس. وصالح مسكين تخربق كما تخربقنا وما بقى فاهم والو. ونهار العرس ديال البشير كلشي كان فرحان، وملي حضر العدول قلبوا على البشير ما لقاوش. السيد طار فينا هو البشير رايح مع المفتش التامي معرقنا عصير كيتموسقوا مع راسهم. ومفتش التامي قال البشير وهيني انت مسخوط، خلي العرش جاي عندي، رد عليا ما فيها باس الا تعطلت واحد نص ساعه، ولكن نشكرك انت اللي تكرمت علينا من وقتك وجيتي تقابلنا. عرفتي نهار الاول ملي قابلتك وبديتي تدوي على داكشي ديال الطابع والختم، داكشي ديال البراند، هضرتك جرحاتني الصراحه. ولا ذكر شي واحد هذا الموضوع بحال اللي كيهين الوالده تاعي. ومفتش التامي قال لي تهدن بحال اللي كتعلي لي صوتك، قيلا شرفتي فوق القياس البشير. قال لي البشير الفردي اللي عندك راه فيه غير 5 قرطاسات ماشي 6. قال لي واش انت مريض؟ وخطف البشير الفردي منه وتيرا في يده. قال لي شوف هاد الدم مزيان، هاد الدم الحمر هو الدم ديال الاب ديالي كيجري في عروقي، ماشي داكشي ديال البراند ولا العلامه التجاريه اللي كدوي عليها. داكشي اللي كدوي عليه ما هو الا حبر فوق ورق. عرفتي علاش كنت صابر ليك وساكت؟ حيت الوالده تاعي اللي نظمات العرس وكانت فرحانه، مده هادي ما شفتها فرحانه. هادشي علاش ما بغيتش ندير شي حاجه تقلقها. واش فهمتي يا راس البلوطه؟ كيخليه ينزح حوايجو، وحبيبنا بقى غير بشهور حتى البشير تا هو كينزح حوايجو. قال لي عرفتي الفرق بيني وبينك؟ هو انا بديت من القاع عريان بحال هكا، واللي شافني في الطريق من النظره الاولى غادي يعيط لي هو البشير. العلامه التجاريه اللي كدوي عليها ماشي في الحوايج، انما خصها تكون في حياتك اللي كتعيشها انت بلا زيك اللي كتفتخر بيه. كلبك وما يعرفكش، ساعتك سالات ومن اليوم وريال لا خضيتي، والسلعه غادا تبقى تتباع رغم عن انفك وانف اي عنطيز يجي في طريقي. خلاصه القول تهلا. وكيرجع البشير للعرس عريان، وغير من الشوفه الاولى كيعرفوه كيقولوا له فين تعطلتي، كيلبسوا الحوايج ديال العرس. ومراته كتقول لي فين غبرتي، رد عليها غير واحد شغل كان عليا نكملو. اما السي التامي رجع لمركز الشرطه وبدا الكلب ديالو ينبح عليه حيت ما تعرفش عليه. وراه قالها البشير، صفاها الكلب وحرق الفلوس اللي عطاها له وبدا يضحك. البشير ما طلعتيش سويه مع راسك، ولكن ما غاديش ننساها ليه. وهنا غادي يكون سال الفيلم ديالنا، واذا بغيتوا الجزء الثاني ببلوها بالتعليق باش نتحمس شويه. ويلا سلام.